أنا اسمي هبة، عندي 26 سنة. اتجوزت من 5 سنين. كنت فاكرة إن الجواز راحة وسكن، حد يطبطب عليا ويكون سند في الدنيا. لكن للأسف لقيت نفسي في حرب مش فاهماها ومش فاهمة سببها، والعدو الوحيد فيها هي حماتي أم فتحي. يوم كاتب الكتاب كنت فرحانة قوي، قلبي بيرقص من فرحة، وأهلي كانوا فرحانين بيا، وفتحي كان شكله طاير من فرحة. لكن وأنا قاعدة جنب حماتي حسيت بنظرتها اللي مش عارفة أوصفها. كانت نظرة امتحان، وكأنها بتقيس كل حركة وكل كلمة بقولها، حتى اليوم على خير. لكني كنت حاسة إن في حاجة مش طبيعية. أول ما دخلت بيت جوزي، اللي هو في الحقيقة بيت حماتي، بدأت المشاكل. أنا كنت متعودة في بيتنا على الحرية، أعمل اللي أنا عاوزاه، أدخل المطبخ وقت ما أحب، أرتاح وقت ما أحب. لكن هنا الوضع كان مختلف. أول يوم دخلت أوضتي عشان أرتاح بعد الفرح زي أي عروسة في الدنيا، لقيتها دخلت ورايا